امتى نقول الانسان ده بقي مدمن بورن؟ سؤال صعب. اني اكتر ناس تحاول تخفي الحاجات اللي بتبان عليها، يعني الحرامي بيحاول يستخبى عشان ما يبقاش حرام. ما حدش بيعرف. ايوه بالظبط. مدمن البورن بقى بيستخبى فين؟ في القوقعة بتاعته. وبيعمل حاجة كده اسمها سيف زون في البيت، ويبعد عن الناس. هو مش عايز ناس، خلاص هو عايز الناس بتاعته اللي بيقعد قدامهم ويتفرج عليهم وبيبقى ساتسفايد معاهم، وهم دول اللي مصدر السعادة، زي الدوبامين والسيروتونين اللي انت قلت عليهم. تمام. فبالتالي بيحصل ايه؟ هو بيقفل من صحابه وبيبعد عن المجتمع بتاعه، وبيبطل يروح او يبطل يستمتع بالحاجات اللي بيستمتع بيها، وبعد كده بيخش في اكتئاب، لان هو الحاجات اللي بتبسطه ما بقتش تبسطه زي زمان، والحاجات الجديده اللي بقت تبسطه برضه بقي مشبع وما بقيش تبسطه زي زمان. فبيدخل في حاله ايه؟ هانجر ستارفينج فور مور هرمونز، وعايز سعاده وخلاص. في ناس بتتجه للكاتنج، ان هي تجرح نفسها عشان تشعر بسعاده من الالم، سعادة نتيجة الألم. نتيجة الألم. في ناس بتحاول تجرب طرق جديدة، ودي الخطر الحقيقي، ان هو بيطلع من دايرة الجنس ويجرب دوائر جديدة عشان تديله النشوة اللي هو بيدور عليها. ان هو داخل عشان النشوة دي، داخل عشان السعادة دي. يعني يمكن يطلع بره دايرة الإباحية، يعمل الجنس بتمامه، يعني بطرق تانية بشكل تام، تحاول توصله للنشوة اللي هو عايزها، بس فيها علامات بتبان عليه هو شخصيا، زي العزلة، زي الانطواء، زي ان الحاجات دي مع كترها بتسبب مثلا ضعف في النظر، ضعف في الجسم، هزلان، الزغلله، العقل، مخه ما بيبقاش مسيطر عليه، ما بيبقاش حاضر، تكلمه تبقى مش موجود، ذهنه دايما فيدنج اوت كده، تلاقيه دايما سرحان ومش مركز. وده طبعا بيأثر عليه طبعا في تعامله مع الناس، بيأثر عليه دراسيا، بيأثر على علاقاته حتى مع اهل بيته، لان هو مش عايز ده مع ده، هو عايز ده بس مش عايز التاني، لان التاني ما بقيش يخليه ساتسفايد. هل ليه تأثير على الذاكرة؟ البورن ليه تأثير على الذاكرة؟ تأثير جامد، لان انت بتسحب كل حاجة من المخ، وبتسحب كل السوائل، وبتسحب كل الحاجات المهمة، وبتبقى انسان فاضي، بيقولوها بالعربي كده مخوخ، ما فيهوش حاجة، بيفقد تركيزه عن اللي حواليه، بيبقى بس مركز على البورن. بالظبط. فبالتالي ما فيش ذاكرة بتبقى موجودة، مفيش حفظ، وبيأثر على كله. يعني دراسيا اكتر ناس بتعاني هي الناس اللي بتذاكر، بيقول لك انا مش عارف اذاكر، انا دماغي متجهة في ده، انا مشتت في ده، انا الحقوني، انا في مصيبة، انا في كارثة، الحقوني. وده تأثيره بيبان في ايام المراجعة والامتحانات للناس اللي بتذاكر، او الناس اللي بيكون في شغلها تركيز كتير. طب لو واحد مثلا شاب وبيشتغل، او هو مثلا متزوج وللاسف واقع في الإباحية وحتى كمان العادة السرية للأسف، هل ده ليه تأثير على مجهوده وعلى شغله؟ تعال نناقش حتة حتة. يعني الشخص اللي هو متزوج ده للأسف بيدمر الحياة الأسرية عنده، إن هو شبع نفسه بليفل معين، فلما بيجي يمارس العلاقة الحميمية أو العلاقة مع مراته للأسف مش بيبقى ساتسفايد، وبيحاول يقارنها مع الناس اللي بيتفرج عليهم، فبالتالي مراته تخسر، فبالتالي باظت العلاقة. مش بيعرف يفرق ان ده تمثيل وده رياليتي خالص. هو بالنسبة له الاتنين رياليتي، هو مش عارف يفرق، هو عايز التمثيل يبقى زي الرياليتي، عايز الاتنين واحد، فبالتالي بيقع في المصيدة دي. بالنسبة للناس اللي شغالة، مش بيكون عليهم تأثير شديد، بس بيأثر عليهم في علاقاتهم، بيبقوا مش عارفين يرتبطوا مثلا بحد،